تخيل يا تيحة انت بتصحى كل يوم الصبح بدري، تلبس وبتجري على شغلك، تستحمل مديرك وتستحمل الزحمه، تستحمل الناس اللي بتقعد تسالك اسئله مستفزه، ها اتجوزت، ها خلفت، ها اشتريت شقه، ها عملت ايه في حياتك، وفي اخر الشهر المرتب ينزل فتفرح. ثانيه واحده يا تيحة بس استنى، لان اول ما المرتب بينزل بيتجزأ لوحده، جزء للايجار والقسط، جزء للفواتير، جزء للاكل، جزء للمواصلات، وجزء بيطير في حاجات انت مش فاكر اشتريتها امتى اصلا. وبعد اسبوعين يا باشا تفتح الابلكيشن بتاع البنك عادي جدا، تلاقي الحساب بيقول لك عفوا لقد نفد رصيدكم. تهيألي فودافون اللي بتقول كده مش البنك. فساعتها انت بتفكر زي اي بني ادم في الدنيا، انا محتاج اقبض اكتر. الكتاب اللي معانا النهارده يا باشا بيقول لك استنى يا تيحة، ممكن مشكلتك انك بتقبض قليل، اتفق معاك في الحته دي، بس ممكن حتى لو قبضت اكتر تفضل فقير، لان المشكله مش في كميه الفلوس اللي بتدخل، المشكله انت بتعمل ايه بالفلوس اللي بتدخل اصلا. بيقول لك ان احنا في المدرسه اتعلمنا حاجات كتير، ايش تاريخ، ايش جغرافيا، قوانين، معادلات، وحاجات حرفيا ممكن تكون انت ما استخدمتهاش في حياتك غير يوم الامتحان، بعد كده عملت لها ديليت خلاص شلتها من دماغك. بس انا عايز اسالك سؤال، هل في حد يا تيحة علمك يعني ايه قسط او اسد، يعني ايه التزام، يعني ايه تدفق مالي، يعني ايه فلوس تشتغل عندك بدل ما انت تفضل طول عمرك تشتغل عندها؟ جاي الحقك قبل ما تطلع من الفيديو يا تيحة، الكتاب ده مش جاي يقول لك سيب شغلك وافتح مشروع بكره، لا خليك في الشغل عادي، الكتاب بيقول لك خليك قاعد، ولا بيقول لك الوظيفه وحشه، الوظيفه حلوه خليك فيها، وبرده مش هيبيع لك الوهم السريع، مش اول ما تقرا الكتاب او تخلص الفيديوهات خلاص انت كده بقيت غني، لا برضه هو بس جاي يناقش حاجه خطيره اتزرعت في دماغك. ذاكر كويس، هات درجات عاليه، اشتغل في وظيفه امنه. بس السؤال هنا اللي انا عايز اساله لك يا تيحة، هل العالم امن فعلا؟ يعني هل الوظيفه الامنه دلوقتي موجوده زي زمان؟ طب فكك من دي، هل المرتب نفسه كفايه انه يخليك حر ماليا دلوقتي؟ بعيدا عن دي، هل انت فاهم اصلا يا تيحة يعني ايه حريه ماليه؟ ولا انت بتجري جوه سباق الكاتب مسميه سباق الفيران، تجري تقبض تصرف تستلف تسدد وترجع تجري تاني، والكارثه انك ممكن تفضل في حياتك كلها بتلف نفس اللفه، فاكر نفسك بتطلع لقدام بس انت لسه في مكانك. فالكاتب جاي يحكي لك قصه مع ابين، اب غني واب فقير. معانا كتاب الاب الغني والاب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي. اهلا بيك يا تيحة في حلقه جديده في قناه جوبا. في القناه دي بنتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحة بتعمل لايك واشتراك عادي جدا. انا زعلان، انا متضايق بصراحه. لا فين الدعم؟ راح فين الدعم؟ روح دعم، روح شوف السلسله اللي حلوه عامه، حلوه يعني، فانا اللي مقدمها يا تيحة. فين الدعم يا تيحة؟ فين الدعم يا تيحة؟ بعتذر جدا يا تيحة، خرجت عن شعوري وده شيء طبيعي لان انت حيوان ومش بتعمل اللي عليك. انا اسف، هحاول اتمالك اعصابي. عامه يا تيحة بعيد عن اي حاجه، انت وحشتني قوي بقى يا اخي. يا اخي يا تيحة انت بتوحشني قوي. ازاي تبقى مليونير؟ ده عنوان الحلقه دي، ركز معايا يا تيحة. شارون واحده من اللي شاركوا في عمل الكتاب ده، ابنها كان راجع من المدرسه وهو متضايق، كان زهقان من الدراسه، وسالها سؤال تقريبا كلنا سالناه في يوم من الايام: ليه بضيع وقتي في دراسه حاجات مش هستخدمها في الحياه العمليه؟ سؤال قوي وفي محله. والام ردت عليه الرد التقليدي اللي كل الامهات بترد علينا بيه: عشان لو ما جبتش درجات عاليه مش هتخش جامعه كويس. فقال لها طب انا لو ما دخلتش جامعه كويس هل ممكن برضو ابقى غني؟ هنا الام جالها لج، صدمت شويه، لان فجاه لقيت نفسها بترد نفس الردود اللي اهلها قالوها لها زمان، نفس الروشته القديمه: تعليم كويس، وظيفه كويسه، امان، نجاح. لكن ابنها كان شايف حاجة تانية، كان شايف العالم اللي حواليه بيتغير، كان شايف ان في ناس بقت مشهورة وغنية ومعهاش شهادة عالية، وكان فاهم مع انه لسه صغير ان الامان الوظيفي في الزمن الحالي ما عادش موجود، وان الديون، الضرايب، المصاريف ممكن تبلع اي مرتب دلوقتي. فالابن مرة واحدة بص لها وقال لها: انا مش عايز اعيش طول عمري كله بجري عشان ادفع الفواتير، مش عايز اشتغل اكتر عشان ادفع الفواتير كلها، مش عايز اغرق في الديون زي ما ناس كتير بتعمل، سواء ديون او اقساط مش فارقة، الاتنين واحد. فهنا شارون او الام سالت نفسها سؤال جامد فشخ: هل انا فعلا بدي عيالي النصيحه الصح، ولا انا بورث لهم نفس الخوف القديم؟ ذاكر، اتخرج، اشتغل. طيب بعيدا عن اي حاجه والقصه اللي جايه دي عشان في تضارب في المعلومات هيحصل معايا دلوقتي، الكتاب بيتكلم وبيقول: هل التعليم مهم؟ والاجابه الكتاب قال التعليم مهم، لكن هل التعليم المدرسي وحده كفايه؟ طب انا هسالك سؤال تاني: هل في المدرسه او في الجامعه اتعلمت ازاي تتعامل مع الفلوس؟ هل اتعلمت الاداره الماليه في المدرسه وفي الجامعه؟ هل انت فاهم يعني ايه تدفق مالي؟ هل انت فاهم يعني ايه فوائد مركبه؟ ممكن بتوع بيزنس فاهمينها. طب انت فاهم ايه الفرق ما بين الاصل والالتزام؟ طب
هل المدرسه علمتك ازاي تجيب فلوس من غير ما تدفع وقت؟ فاهم؟ غالبا لا، لان احب اقول لك يا تيحه ان انا درست واتخرجت من هندسه، ومش اي هندسه، انا اتخرجت من هندسه حلوان، يعني جايبها بمجموعي، ومفيش اي حاجه في دول كلهم درست فيها ازاي تعمل مع الفلوس. قد اكون درست ازاي اشتغل، لكن ما درستش هاخد كام، اللي هاخده ده هعمل بيه ايه. وهنا تظهر المشكله يا تيحه بصراحه. الشاب ممكن يخرج من الجامعه عارف يحل معادله ما حلهاش اينشتاين لما كان عايش، عشان ما كانتش نزلت المعادله ساعتها، بس مش عارف ليه مرتبه بيخلص اول اسبوعين. عادي. ممكن دكتور، مهندس، محاسب بيبقى شاطر جدا في شغله، بس مرتبه بيخلص بعد اول اسبوع، وده اللي الكتاب جاي يناقشه. الكاتب بيشبه التدفق النقدي بالشكل التالي، ركز معايا على الحته دي مهمه. الكاتب بيقول لك تخيل فار في عجله، هو ده شكل التدفق النقدي لاغلب الناس الموجوده. الفار بيجري في العجله بتاعته، بيجري بسرعه جدا، بيتعب جدا، بيعرق جدا، وفي الاخر واقف في مكانه، لا اتحرك خطوه لقدام ولا خرج من القفص. ممكن تكون ما وصلتلكش بس اتقل عليا، ده بالظبط اللي بيحصل لناس كتير. هقول لك يا تيحه حياتك هتمشي ازاي بالظبط. طفل بتتولد، تدخل المدرسه، بتنجح، بتجيب درجات، اهلك بيتبسطوا، بتخش الجامعه، بتتخرج، اهلك بيتبسطوا تاني، بتشتغل في وظيفه، تبدا تقبض، تاخد قرض او ما بتاخدش قرض الله اعلم، ابوك عنده شقه او ما عندوش، بتحوش، لو ما عندوش شقه بتحوش عشان تجيب شقه، لو عندك شقه هتحوش عشان تجيب الشبكه والمهر والعفش، تشتري حاجات، تتجوز، تشتري عربيه، تجيب عيال، مصاريف العيال تبدا تزيد، البيت يبقى ضيق، تضطر تحوش تاني عشان تجيب بيت جديد، تشتري بيت اكبر، العربيه تقدم فتجيب عربيه جديده تغيرها، والدخل يزيد، المصاريف تزيد اكتر، الضرايب تزيد والاقساط تزيد، فجاه تلاقي نفسك في سن ال 35 40 وتسال نفسك انا اشتغلت طول عمري، الفلوس راحت فين؟ الفلوس باختصار يا تيحه راحت في مسار الفار. الناس بتفتكر ان الحل هو الدخل الاعلى، لكن باختصار شديد اللي انت بتعمله انت عامل زي الفار، انت عمال تجري جوه العجله. الفرق بس الوحيد اللي ما بينك وبين الفار ان انت بتخلي العجله اكبر، بتركب فيها تكييف، بتجيب لك سرير جديد، بتجيب اكل انضف، ولكن انت لسه زي ما انت بتجري جوه العجله، لسه بتجري. انت فاكر ان انت كده عندك حريه ماليه. هل انت اصلا فاهم يعني ايه حريه ماليه؟ خلي بقى التعليم ينفعك. عامه بس الكتاب مش ضد التعليم، الكتاب موافق جدا مع التعليم، انا اللي ضد التعليم، او تحديدا انا ضد التعليم الاكاديمي، مش بشكل كامل، مفيش مشكله انت تاخد شهاده جامعيه، ولكن انا ضده في حته اللي هو اساسي لازم طب، لازم هندسه، انا ضد دي، مع اني خريج هندسه بس انا ضد دي، انا كنت مجبر اخش هندسه لاجل اسباب اخرى يعني. فيا تيحه هل هتفضل طول عمرك تشتغل وفاكر نفسك في يوم من الايام هتوصل للحريه الماليه؟ طب هل انت يا تيحه فاهم اصلا ايه هي الحريه الماليه؟ ده اللي هنعرفه في باقي الحلقه. هنا بنبدا القصه الاساسيه للكتاب. روبرت الكاتب بتاعنا حبيب قلبنا بيقول ان البي كان عنده ابين، مش عايز ذكاء يا تيحه، مش بيولوجيين، واحد كان ابوه وواحد كان ابو صاحبه، وابوه كان بيسميه الاب الفقير، وابو صاحبه كان بيسميه الاب الغني. في الحقيقه ابوه الفقير ما كانش فقير بمعنى الكلمه، بالعكس هو كان متعلم جدا وفي درجه رفيعه جدا من العلم، تقريبا كان معاه دكتوراه، كان عنده شهادات كتير، وكان ذكي جدا، وكان ناجح في مجاله، وكان بيشتغل بجهد، وكان عنده مكانه محترمه، ولكن ماليا كان طول عمره بيعاني. على الناحيه الثانيه الاب الغني ما كانش تعليمه عالي، ما كانش معاه نفس الشهادات تقريبا، لكن كان فاهم الفلوس، فاهم يعني ايه بيزنس، فاهم يعني ايه اعمال، فاهم يعني ايه استثمار، انفستمنت، فاهم ان المشكله مش انك تجيب الفلوس دي سهله، المشكله ازاي هتدورها. والاثنين كانوا بينصحوا روبرت. ابوه اللي هو الاب الفقير كان بيقول له ادرس كويس عشان تلاقي شركه محترمه تشتغل فيها، والاب الغني كان بيقول له ادرس كويس عشان تعرف تشتري شركه محترمه او تبني واحده. الاب الفقير كان بيقول له انا مش هقدر اشتري الحاجه دي، انا مش قاعد على بنك، انا ما بقيش الفلوس في الهوا، انا مش ابني نجيب ساويرس. احلى تحيل نجيب ساويرس، خليك الراعي الرسمي للقناه يعني، عادي جدا خليك الراعي الرسمي. انما الاب الغني كان بيقول له انا ازاي اقدر اجيب الحاجه دي، ايه الحاجه اللي لو عملتها هتدخلي فلوس ان انا اجيب الحاجه دي. شايف فرق التفكير، شايف فرق الرد، يعني عقله بيعتبر ان هو عايز يجيب حاجه مشكله ولازم ادور لها على حل، مش توقف هنا انا ما اقدرش فكسانه. الاب الفقير كان بيشوف ان الناس اللي معاها فلوس كتير ناس وحشه وشريره، وبرضه كان بيشوف ان الفلوس هي اصل كل الشر في العالم. انما الاب الغني كان بيفكر ان قله المال ممكن تكون سبب المشاكل كتير في الدنيا، الفلوس القليله هي سبب المشاكل في الدنيا. احلى جمله بقى ان الاب الفقير كان بيقول العب في المضمون وما تخاطرش، انما الاب الغني ما كانش بيقول لك خاطر، لا كان بيقول لك اتعلم ازاي تدير المخاطر. واو جمله حوار بجد، حوار. اتعلم ازاي تدير المخاطر، مش ما تخاطرش وانت اهبل كده، لا اتعلم ازاي تديرها. الاب الفقير بيقول لك البيت هو اكبر استثمار، لكن الاب الغني بيقول لك لو اكبر استثمار بالنسبه لك هو بيت فانت عندك مشكله كبيره. كان في حاجات تانية كتير مقارنات ما بينهم، كل واحد بيقول ايه والتاني بيقول ايه، بس خلينا نتوقف عند الحته دي لان انا بصراحه يعني اكتفيت من الكميه دي بس. فاهمني ازاي؟ انا السكريبت حاطه هنا المعلومه بس يا تيحه. فخلينا نقول ان الاختلافات دي كفايه توضح لك العقليتين، الاتنين محترمين، الاتنين عايشين تمام، بس كل واحد ليه عقليه. احنا هنمشي في الطريق ونشوف.
القصه تبدا من روبرت عنده 9 سنين، كان في مدرسه فيها عيال غنيه زي ما قلنا. هو ابوه مقتدر ماليا شويه، دكتور، شكله دكتور جامعي، شهادته حلوه، دنيته حلوه، اموره تمام. بس للاسف هو وصاحبه مايك اللي هو ابن الاب الغني كانت قدرتهم الماليه مش عاليه قوي، مش زي بقيه العيال الموجودين في المدرسه. وفي يوم من الايام عيل اسمه جيمي حيوان راح وعزم كل اصحابه انهم يروحوا شاليه في الساحل تقريبا، لكن ما عزمش مايك ولا روبرت الاثنين الصحاب حبايبنا، وقال لهم ان انتوا مش معزومين عشان انتوا فقراء من الكلب. جرح صغير، ولكن بالنسبه للاطفال هو علم قوي. انا فاكر واحد والله العظيم كان كده معايا وانا صغير، بس الحمد لله دلوقتي بقينا دايسين على وشي. المهم نرجع للموضوع دي، افكك من القصه يعني، في حاجات كده بفتكرها من بقرا قصص زي دي. الحمد لله. طبعا بعد ما الموقف ده حصل مع روبرت جه سؤال في دماغه، انا ازاي ابقى غني عشان اروح معاهم على الشط؟ الحاجه الاختراع. روبرت راح لابوه الحقيقي اللي هو الاب الفقير وساله السؤال بصريح العباره، بابا ازاي ابقى غني؟ فالاب الفقير ما عندوش اجابه، لانه كان عنده اجابه كان هيبقى هو غني، فرد عليه رد عام جدا، استخدم عقلك وحياه امك، وما ادالوش طريقه واضحه، ما قالوش خطه، ما قالوش ازاي. وده مش لانه وحش، ده ببساطه لان هو ما يعرفش ازاي يتيح، هو ببساطه مش فاهم. مش كل اب بيحب ابنه يعرف يعلمه ازاي يجيب فلوس، مش كل شخص متعلم ومحترم بيعرف يدير الفلوس. وخد بالك من دي، مش كل نصيحه طالعه من خوف وحب تبقى صح. وانا هنا برمي على حته اشتغل وخد وظيفه امنه تعيش بيها الباقي عمرك، دي نصيحه جايه من الخوف، مش شرط تبقى صح. انا مش بقول انها 100% غلط، انا بقول بس انها مش شرط تبقى صح. المهم روبرت راح لمايك، هما الاثنين فكروا اطفال عندهم 9 سنين عايزين يعملوا فلوس، راحوا في بيت روبرت عند ابوهم الفقير طبعا، وخدوا اوضه كده تقريبا معجون او حاجه كده، انا مش فاهمها بالظبط. المهم ان هم بداوا يعملوا ايه، عارفين انتوا الكوينز القديمه اللي هي الجنيهات الفضه، الجنيه الفضه، فهم عملوا زي ايه سكه يعني، زوروا فلوس. تمام، الكوينز دي بمعجون او حاجه كده يعني. مشروع ناشئ جدا في بدايه حياته، بس هو مشكلته ان هو بيوديك على السكه، دي الحاجه الوحيده اللي عيب فيه يعني. باقي كده هو المشروع تمام زي الفل. الاب الفقير طبعا شافهم قال لهم فكره حلوه جدا، بس اللي بتعملوه ده غير قانوني، لا يعني للمعلومه، بس في نفس الوقت انا فخور انكم حاولتوا. ركز معايا في الحته دي يا معلش، بس لازم نفهمها. ده الاب الفقير يعني هو مش وحش، هو بس مش فاهم، وبيقول لهم انا فخور ان انتوا حاولتوا، يعني ده مش شخص سيء. افهم الحته دي بس عشان حاسك ان انت بدات تكره الاب الفقير، لا هو اب كويس. بعدين الاب الفقير اللي هو ابو روبرت قال لهم لو انت فعلا عايز تتعلم ازاي تجيب فلوس ما تسالنيش انا، روح اسال ابو مايك اللي هو الواد اللي كان قاعد معاهم اللي هو صاحب روبرت، هو راجل فاهم في المال وفاهم في البيزنس. هنا بقى بدات رحله روبرت مع الاب الغني. للمعلومه فقط لا غير، انا مش فاهم ليه هو اسمه الاب الغني لحد دلوقتي يعني، الجزء اللي قريتها في الكتاب تقريبا 94 صفحه، مش فاهم هو ليه الاب الغني وابنه فقير، دي مش فاهم، فاهمني يعني. هم روبرت ومايك الاثنين اللي قالوا الفقراء في وسط المدرسه بتاعتهم، انا مش فاهم هو ليه اسمه الاب الغني، ولكن هنعرف قدام. في واحد كان كاتب لي حط رايك الشخصي في الاخر، انا احط رايي الشخصي وقت ما احط، انت مالك قناتي ده ايه ده؟ اي البجح دخل في القناه عندي، دخل عندي القناه، دخل عليا البيت وبيقول لي ما تتكلم ولا اهديح. روبرت ومايك راحوا يقابلوا ابو مايك اللي هو الاب الغني، والراجل ده كان مشغول جدا، عنده بيزنس كتير، متاجر، مطاعم، شركات، انشاءات، مش قاعد فاضي يعني يدي محاضره للعيال الصغيره. فلما قالوا له صريح العباره عشان برضه خلينا نكون متفاهمين، دول عيال صغيره، علمنا ازاي نبقى اغنياء، فرد عليهم رد حلو قوي، هعلمكم بس بالطريقه المناسبه، ركز في دي، مش هقعد اعلمكم وانا قاعد على كرسي واقعد اشرح لكم، لا انتوا هتيجوا تشتغلوا عندي، ولو اشتغلتوا هعلمكم، لو مش عايزين تشتغلوا مش هعلمكم. وعرض عليهم يشتغلوا في محل من محلاته لمده 3 ساعات كل يوم سبت، يعني هو يوم سبت بس 3 ساعات مقابل 10 سنتات في الساعه. طبعا الكلام ده زمان، وحتى زمان كان رقم قليل جدا، يعني انت في الاسبوع بيطلع 30 سنت، يعني انت بتشتغل يوم واحد 3 ساعات. لكن روبرت وافق، ليه؟ لانه كان فاكر ان الشغل ده هو بدايه التعليم، وان الاب الغني ده هيبقى يجي ويعلمهم. راحوا فعلا واشتغلوا كل يوم سبت، يروحوا ينظفوا علب، يرتبوا، يحطوا حاجات، يجيبوا حاجات، يمسحوا الرفوف، عمل ممل يعني، فاهم، عمل عادي. 3 ساعات كل سبت، وفي اخر كل اسبوع بياخدوا 30 سنت كل واحد فيهم. بعد كام اسبوع روبرت بدا يزهق، ومن جواه بيسال هو فين التعليم، فين درس الثراء وازاي ابقى ناجح. فقرر يسيب الشغل، لان بجد الاجر كان قليل قوي وما كانش بيتعلم حاجه ولا بيستفيد حاجه. وهنا راح قال لمايك انا هسيب الشغل، بلغ ابوك بكده. فمايك قال له ابويا كان منتظر اللحظه دي. قال له ايه؟ الاب الغني كان عارف ان روبرت هيجي في يوم من الايام ويقول له انا مش عايز اكمل وهيتعصب عليه، والاب الغني كان فعلا مستنيها، الدرس كان في الكلام يتيح. روبرت حبيبنا راح لبيت ابو مايك وقعد يستنى وهو متعصب، يستنى والاب الغني سايبه. ناس بتخش تقابل الاب الغني وتخرج وهو قاعد. طفل عنده 9 سنين حاسس انه بيشتغل باجر صغير، حاسس ان الراجل اللي وعده يعلمه كان بيستغله. ودي حته عايز اوضحها ليك يا تيحه، لان كتير من الناس تحت ضغط الشغل بتنفعل، بتقول المدير ظالم، الشغل وحش، او الراتب قليل، الحكومه السبب،
البلد هي السبب، الاغنياء هم السبب، كل حاجه السبب الا انا. ولكن نرجع للقصه. الاب الغني جه اخيرا وقابل روبرت. طبعا روبرت ما سماش عليه، سمعه ربع مشكل. لا بهزر. قال له انت وعدتني تعلمني، انا اشتغلت وسبت لعب البيسبول بتاعي كل يوم سبت، كنت منتظر انك تعلمني. انت بتدفع لي مبلغ قليل، انت بتستغلني، انا استحق افضل من كده. والاب الغني سمعه بكل هدوء، ولما خلص قال له انت كده بتتصرف زي اغلب الموظفين عندي. الناس بتشتغل، بتتضايق، بتطلب زياده، تلوم صاحب الشغل، ولو ما خدتش اللي هي عايزاه تسيب الشغل وتدور على شغل تاني، لكن المشكله الحقيقيه تفضل زي ما هي. الاب الغني قال لروبرت حاجه حلوه جدا، الحياه مش بتعلمك زي ما بتتعلم انت في المدرسه. في المدرسه انت بتاخد الدرس، بتدرسه، بتفهمه، وبعدين تروح تمتحنه. في الحياه بيحصل العكس، في الحياه انت بتختبر وبعدين بتتعلم. يعني انت بتواجه المشكله الاول وبتخش الاختبار الاول، يا تنجح يا تسقط، ولو نجحت دي غالبا صدفه، الا لو انت امتحنت الامتحان ده قبل كده ونجحت فيه فانت عارف الدرس، ولو سقطت فانت بتتعلم سقطت ليه. وكل يوم في امتحان، كل يوم الدنيا بتصحى كده صباح الخير يا دنيا امتحان. في الناس لما الدنيا بتمتحنها بتستسلم وبتفشل وما بترضاش تتعلم، وبتحط المشكله على المدير، على الوظيفه، على الراتب، على الحكومه، على البلد، على السوق. كتير جدا اللي بيعرفوا يقفوا ويسالوا ايه اللي بيحصل، ايه اللي انا المفروض اتعلمه من الامتحان ده. الكتاب بيفرق لك ما بين اتنين، ناس اول ما بيفشلوا في الامتحان بيلوموا المدير او الراتب او الوظيفه، وناس تانية اول ما بيحصل الامتحان بيقولوا ما يمكن المشكله في طريقه تفكير، يبقى انا لازم اتغير. وده مش معناه ان الظلم مش موجود، لا يا حبيبي، الظلم موجود، وفي ناس دنيتهم سهله وفي ناس دنيتهم صعبه، دي حاجه طبيعيه مكتوبه من يوم ما انت اتخلقت. فالاب الغني اداها روبرت واضحه وصريحه، لو انت شايف ان انا المشكله فانت تقدر تغيرني وتروح تشتغل عند حد تاني، لكن لو فهمت ان طريقه تفكيرك هي المشكله تقدر تغير نفسك. وده الدرس الاولاني اللي اداه الاب الغني لروبرت. الطبقه الفقيره والمتوسطه بيشتغلوا عشان الفلوس، ولكن الطبقه الغنيه الفلوس بتشتغل عشانها. طيب الكاتب بيحكي قصته وقصته اللي حصلت دي وبيقارنها مع اغلب الموظفين. ركز هتلاقي اي موظف عنده نفس المشكله، مشكلته في الحته اللي جايه. روبرت كان فاكر ان المشكله ممكن تتحل كلها لو المرتب زاد، والكاتب جاي بيكلمك الحته دي، لو دفع له الاب الغني اكتر المشكله هتتحل. لكن الاب الغني بيقول له المزيد من المال لا يحل المشكله بالضروره، لان لو الانسان عنده عادات ماليه غلط يتيحه، اي زياده في الدخل هتتحول لضغط في المصاريف. بمعنى لو واحد بيقبض 5000 جنيه وبيصرف 5000 جنيه، وواحد تاني بيقبض 10000 جنيه وبيصرف 10000 جنيه، يعني لو واحد بدا وبيصرف 5000 جنيه هيصرف ال 5000 جنيه، لو واحد بيصرف ال 10000 جنيه هيصرف ال 10000 جنيه. طيب بعد شويه بقى بيقبض 20000 جنيه، الالتزامات هتزيد، انا عايز عربيه جديده، انا عايز بيت جديد، انا عايز اتجوز، فتلاقيه بيصرف ال 20000 جنيه. طب هيقبض 100000 جنيه، اوبا انا ادخل عيال الاي يو سي، اوبا انا اجيب لي مرسيدس، اوبا انا اجيب لي فيلا، وتلاقيه بيقبض 100000 جنيه وبيخرج 100000 جنيه، وفي اخر الشهر بيجي يقول انا مش عارف الفلوس بتروح فين. لا يا تيحه، هي الفلوس عارفه طريقها كويس، هي داخله من جيبك خارجه من جيبك، هي بتروح للالتزامات، بتروح للحاجات اللي بتسحب منك فلوس. الاب الغني قال له ابوك اللي هو الاب الفقير رغم انه بيقبض كويس لكن هو عنده مشاكل ماليه، لانه ما اتعلمش يتعامل مع الفلوس، هو اتعلم يشتغل. وده اللي الجامعه بتعلمه لنا، انت خارج بتتعلم تشتغل لكن ما اتعلمتش تعمل ايه بالفلوس. دي حاجه المفروض بتتعلمها، المفروض تتعلم بعد ما تقبض تعمل ايه، تحمي فلوسك ازاي، تستثمر ازاي، تفرق ما بين الحاجات اللي بتجيب فلوس والحاجات اللي بتاخد فلوس. وده اصل الدرس. خد بقى الصدمه اللي جايه دي. بعد ما روبرت سمع الكلمتين دول من الاب الغني وفهم ان الحوار ملوش علاقه بكميه الفلوس اللي بتخش، لان كده كده روبرت كان بيصرفهم على حاجات تافهه، ففهم روبرت الدرس كويس. فالاب الغني قال لهم ارجعوا اشتغلوا تاني، ولكن المره دي من غير مقابل، لان الاغنياء مش بيشتغلوا عشان فلوس. طبعا روبرت كانت له صدمه، لو انا كنت جاي اساسا شايف ان الراتب قليل والدنيا بايظه وانا مش بتعلم حاجه، انا عايز راتب اعلى، لان هو خارج من عند ابوه الغني وهو بيشتغل من غير مرتب اصلا. حلو، بس الاب الغني كان عايز يعلمه حاجه، لو كان تفكيرك في شيك الاب عينك هتتثبت على المرتب، مش هتشوف غيره، لكن لو شلت المرتب من المعادله عينك هتبدا تشوف غيره. ازاي اخلق الفلوس بدل ما استناها، ازاي الاحظ فرصه، ازاي استخدم خيالي. وفعلا اشتغل روبرت ومايك لاسابيع كتير وكانوا متضايقين لان مفيش مقابل، مفيش فلوس بتيجي. الحاجات التافهه اللي كان بيشتريها اللي هي الكوميك بوكس، اللي هي الكتب القديمه دي، كان بيخلص فيها فلوسه كلها، وهو كان عايز اصلا زياده عشان يجيب كوميكس بوكس اكتر. يعني باختصار شديد هو عايز فلوس عشان يصرفها اكتر. وطبعا مع الحلقه دي بما ان هم ما بقوش يقبضوا فمفيش فلوس للكتب الهزليه او الكوميك بوكس، لكن الاب الغني كان بيضربهم على حاجه مهمه جدا، ما تخليش الفلوس هي اللي تسوقك.
الاب الغني قاعد مع العيانين وكان بيتكلم معاهم عادي، يعني بيفهمهم مشكله بتقع على اغلب الناس، الخوف والرغبه. الخوف ان مفيش فلوس، الخوف من الفواتير، من الضرايب، من الالتزامات اللي لازم تدفع، من الاقساط، من الديون، الخوف حتى من نظره الناس ليه، واحنا كلنا فاهمينها. فانت بسبب الخوف ده بتنزل تشتغل، يقبض، واول ما يقبض تبدا تظهر حاجه جديده اسمها ايه؟ الرغبه. عايز اشتري، عايز اخرج، عايز اغير موبايل، عايز اجيب حديده جديده، يعني عربيه جديده، يعني عايز بيت اكبر، وزي ما قالوا ويجز نفسي بس في حديده جديده وفيلا وحاجات تعجب، ولا حلوه عليك. فتبدا بقى طبعا حبيبي السايكل، خوف يخليك تشتغل، ورغبه تخليك تصرف، ومصاريفك تخليك تخاف تاني، فانت ترجع تشتغل تاني بس بشكل اكبر عشان تغطي الالتزامات الاكبر، وترجع جوه مسار الفور. تلف تلف تلف، تحسن العجله، تخلي العجله بدل ما هي من فضه تخليها من حديد، تركب تكييف، ظبط اللمط، حياتك بتبقى احلى. ولكن انت لسه بتشتغل اكتر عشان تصرف اكتر. وهنا احنا مش بنقول ان الرغبه وحشه يا تيح، خلاص يا عم انا هشتغل ومش هجيب حاجات، لا غلط. الانسان في الطبيعي بيحب الحاجات الاحسن، بيحب الراحه، المتعه، لكن الخطر ان العاطفه هي اللي تفكر بدل عقلك. يعني باختصار، بدل ما تسال هل انا محتاج الحاجه دي ولا لا، زي ما كتير بيقولوا لك لازم قبل ما تشتري الحاجه تعرف انت محتاجها ولا لا، تسال هل ده اصل ولا التزام. يعني هل دي هتقربني من الحريه ولا من العبوديه. تلاقي نفسك احيانا بتشتري لانك خايف تبقى اقل من الناس. الايفون مثلا يا عزيزي تيح، كتير مننا شاريين الابل عشان التفاح. اولكم لا بهزر، انا بجد بحتاج الايفون لاجل حاجات معينه، يعني الكاميرا بتاعته ما فيش زيها في الدنيا يعني، فبستخدمها كتير اساسا. ولكن اغلبنا معلش يعني بيشتري الايفون لاجل ان هو ايفون، يعني فاهمين ازاي؟ او في ناس بتشتري لاجل انها تتعوض تعبها. يعني انا ليا ناس صحابي كده والله بينزلوا مثلا خروجه في الاسبوع، ينزلوا على كافيه يدفعوا بالالف 2000، وباقي الاسبوع بيقعدوا في قهوه بلدي. اسالهم ليه طيب بتعملوا كده؟ لا احنا بس بنفيس عن نفسنا شويه، بنعوض عن تعبنا. او ممكن تنزل وتشتري حاجات لانك قبضت وتقول انا استاهل ان انا ارفه عن نفسي. انت فعلا تستاهل، بس تستاهل كمان انك ما تعيش طول عمرك عبد للقسط. طبعا بعد الحته دي تيحه، الاب الغني عايز يختبر العيال الصغيره، فبدا يختبر، بدا يعرض عليهم فلوس اكتر شويه من زمان. اديكم بدل ال 10 سنت 75 سنت في الساعه، وبعد شويه قال لهم دولار في الساعه. 3 دولار ده رقم كبير. طب اسمعك باللي بعدها دولارين. طب اسمعك باللي بعدها عرض عليهم 5 دولار في الساعه، 15 دولار في الثلاث ساعات. ده رقم رهيب، يعني كل عيل فيهم هيدخل 15 دولار في الثلاث ساعات. روبرت بدا يتخيل حاجات كتير هتيجي في باله لو خد ال 5 دولار دول، العجله اللي هيجيبها، قفازات البيسبول اللي بيلعبها، كميه الكوميك بوكس اللي هيجيبها، فكك من كل ده، احترام زمايله اللي هيبقى في الفصل بعد ما ياخد ال 5 دولار في الساعه، احساس ان هو مش فقير. بس الصدمه ان هم ما قبلوش، لا روبرت ولا مايك قبلوا، الاثنين رفضوا. هنا بقى الاب الغني كان بيوصل لهم حته مش هتلاقيها في اي كتاب تاني خالص، هتلاقيها هنا بس في الكتاب ده بس، عندي انا بس، ان كل انسان جواه حاجه ضعيفه ممكن تتشال. ممكن الانسان يتنازل عن ان هو يتعلم حاجه جديده تطوره مقابل مرتب اعلى، ممكن يبيع وقته كله مقابل بس مظهر احلى، مقابل امان ظاهري، وممكن يفضل في شغل بيكرهه عشان خايف لما يمشي ما يلاقيش تاني، ممكن يقبل بحياه مش عايزها عشان هو محتاج حاجات شكلها حلو. الاب الغني كان عايزهم يشوفوا الاغراء على حقيقته، مش عايزهم بس يسمعوا عنه يقول لهم الناس بتتغرى ويقول لهم الكلام ده، لا هو كان دايما بيحاول يديهم التجربه الكامله، لانك لو ما عرفتش تشوف الخوف والرغبه جواك هيسوقك من غير ما تحس. طيب خليني احكي لكم القصه دي، يعني بجد موقف كامل حصل معايا. انا كنت شغال في شغل بقبض راتب ضعيف شويه، تمام، ضعيف شويه في البلد اللي انا فيها، تمام، ايا كان يعني. فالمبلغ اللي كنت بقبضه كان ضعيف، بس بصراحه كنت بتعلم حاجات كتير جدا، كنت بتطور بسرعه رهيبه. من كتر تطوري جالي فرصه في مكان احسن براتب اعلى. حلو الكلام، حلو الكلام، خد بالك، ومنصب اعلى برضه. فا اوكي ما عنديش مشكله، انا هروح، فاهمني، انا جه في بالي انا هروح. رحت هناك اول شهر كنت بتعلم حاجات، كانت الدنيا مستقره واحد. تاني شهر شغال، تالت شهر، رابع شهر الدنيا ما عادش ماشيه تمام، واكتشفت ان انا بطلت اتعلم حاجه. هو اصلا ما اتعلمتش غير حاجات تافهه جدا في اول شهر وخلاص الموضوع، ما عادش بتعلم حاجه تانية. لقيت الدنيا ثابته، وقفت، بس بقبض كتير. طب اكمل في القبض الكتير؟ المدراء كانوا سيئين، الحاله النفسيه عندي كانت متدمره، كنت كاره ابوهم، نفس اللي بيحصل بالظبط. فبدات افكر هل انا محتاج راتب اعلى ولا انا مش طايق الشركه وعايز امشي. الحمد لله ان انا كان تفكيري ان انا عايز امشي، انا مش فارق معايا ازود الراتب ما ازودش الراتب، ما كانتش فارقه معايا، انا عايز امشي، فاهمين. فالمهم يا تيحه بعد كده الحمد لله انا عجباني الموقف ده لان هو فكرني بالحته دي، والحمد لله انا طبقت نفس الكلام ده بالظبط. لقيت ان انا مش بتعلمه ومش بتطور ومش هوصل لحته. يعني انا كنت في الشركه القديمه بقبض قليل، بس بسبب ان انا في الشركه القديمه دي اتعلمت حاجات كتير، فعرفت اوصل لهنا اللي شركه اكبر براتب اكبر، بس ما فيش اي حد
حد بيعلم اي حاجه، مفيش تسلسل وظيفي هناك. لو انت ثابت هتفضل هنا بقيت عمرك، فاهم؟ عبد هنا. فسبت الشغل. سبت الشغل، ما كنتش خايف اللي هو طب انت هتقعد من غير شغل؟ هقعد من غير شغل. هتعمل ايه في التزاماتك وبتاع؟ على الله بقى وبالله. ومشكله سبت في الشغل في اسوأ وقت، يعني حرفيا حتى ما حسبتهاش. انا مش بتعلم، انا لازم امشي. يا عمي الوقت بتاعكم ده انا هركز فيه مثلا على اليوتيوب، الوقت بتاعكم ده انا هركز فيه على ان انا اتعلم حاجات جديده تطورني، اعمل اي حاجه. ولكن ال 40 ساعه اللي كنت بصرفها واحيانا بتوصل ل 46 ساعه 48 ساعه في الاسبوع انا هتعلم بيهم حاجات برضه والله العظيم. ولعوا. فحرفيا انا سبت الشغل لاجل ان انت مش هتغنيني بفلوسك الكتير، فاهم؟ تولع. اهم حاجه ان انا اتعلم واتطور، انا لسه في العشرينات يا بابا. ده انا هتعلم واوصل. هنا الذكاء المالي. اهم حاجه تكون بتتعلم وتتطور في الشغل اللي بتاخد فيه فلوس، والا مش هتستفيد حاجه، لان الفلوس بتروح وتيجي. لكن ده لو ما كانش بيكبر، الخبره ما كانتش بتزيد، انت ما بتستفيدش حاجه. في ناس كتير بتقول لك انا مش مهتم بالفلوس، مش فارقه معايا الفلوس، بس تلاقيه في نفس الوقت بيشتغل 8 ساعات في اليوم عشان ياخد الفلوس. 8 ساعات في اليوم في 5 ايام في الاسبوع 40 ساعه. كان بيشتغل 5 ايام، في ناس بتشتغل 6 ايام في الاسبوع. في ناس غنيه جدا ولكن هي مرعوبه انها تخسر فلوس، وفي نفس الوقت الفقير بتلاقيه مرعوب جدا لان هو معهوش فلوس. يعني الاثنين خايفين. يعني المشكله يا حبيبي مش في ان انت غني او فقير، المشكله في علاقتك مع الفلوس. هل انت معاك فلوس ولا الفلوس هو اللي معاك؟ يعني باختصار، هل انت اللي بتملك الفلوس يا تيحه ولا الفلوس هي اللي ملكاك؟ ده سؤال مهم، لانك ممكن تكون بتجري ورا الفلوس عشان بتدور على الامان، ولما تجيبها تبدا تخاف عليها، فانت بتفضل عبد في كلتا الحالتين. عبد بيجري ورا الفلوس وعبد الفلوس ملكاه خايف يضيعها. الحل طبعا احنا رجعنا للقصه يا جماعه، يعني عشان اكمل خلاص نسينا قصتي، خلينا نكمل. الاب الغني بيقول للطفلين انا مش طالب انكم تبطلوا تحسوا ان انتوا عايزين تجيبوا حاجات احلى ولا حاجات افضل ولا تتطوروا ولا تبداوا تصرفوا فلوسكم في حاجات. الرغبه موجوده والطمع ممكن يظهر في اي وقت يا تيح، لكن المطلوب منك انك تلاحظ اللي انت بتصرفه، تلاحظ انت بتصرف في ايه، تبدا تفهم التزاماتك، تفهم امورك، تفهم ايه الاحساس اللي عندك. انا عايز اشتري عشان الرغبه، عشان احس ان انا احلى، عشان اكون في منصب اعلى، عشان منظري يبقى احلى، عشان اركب عربيه اجمل، عشان بحب العربيات الحلوه. مش مشكله ان انت تجيب الحاجات دي، لكن المشكله انك ما تبقاش فاهم انت جايبها ليه. في ناس بتبقى عايزه مرتب الاعلى عشان تحل مشكله المصاريف عندها، المصاريف عندها عاليه، فغالبا لما بتلاقي وظيفه مرتب اعلى ترجع تقابل نفس المشكله، لانها مش فاهمه نفسها. المشكله مش في الرقم اللي بتاخده، المشكله انك مش عارف نفسك. لو انت بصيت على الحاجات اللي بتجيبها والحاجات اللي بتدفع عليها فلوس، سؤال كده بسيط ليك يا تيح، كم منهم مهم، كم منهم اساسي، كم منهم ممكن تستبدله وتجيب منه حاجات اوفر؟ كم يا تيح؟ رد عليا يا تيح، رد يا تيح، رد يا. الشخص اللي بيتعلم فلوس يا تيحه بيسال سؤال، هل الوظيفه حل قصير الامد لمشكله طويله الامد؟ ما انت كده بتشتغل عشان تبني ايه؟ اصول. ده لو انت فاهم يعني ايه اصول، بس هنجيلها في الوقت. ولا بشتغل عشان اسدد التزامات. وده التفكير اللي الاب الغني كان بيزرعه فيه. مش بيقول لهم الوظيفه حرام، لا الوظيفه مش حرام، الوظيفه كويسه كبدايه، انت تتوظف وتاخد وظيفه وتبدا، ده طبيعي، دي حاجه كويسه جدا. لكن لو خليتها خطتك الوحيده ان انت تلاقي وظيفه وتشتغل فيها، انت مصيبتك مصيبه وفي خطر، وبص يعني هتروح في 60 ده. والله العظيم التامينات ما هتفيدك، انا بقول لك اهو. بعد حبة أسابيع الطفلين بيشتغلوا روبرت ومايك حبايبنا بدون مقابل. أحب أفكر روبرت شاف الست اللي ماسكة المحل اللي كانت بتدير المحل، يعني العيالين كانوا بيشتغلوا فيه، شافها بتقطع غلاف الكتب الهزلية اللي هي الكوميك بوكس، بتقطع الكفر بتاعه، الغلاف على الوش، ترمي باقي الكتب في الصندوق، يعني بتقطع الغلاف وبترمي الباقي الكتب. فهو راح سألها أنت بتعملي إيه؟ فقالت له أنا بقطع الغلاف عشان الموزع ياخد الغلاف كضمان إن الكتب دي خلاص تتشال. خليني أفهمك الحتة دي، الكتب الهزلية بتنزل منها إصدارات، فلنفترض مثلا الكوميك بوكس بتاعت سبايدر مان زمان واحنا صغيرين كان في كوميك بوكس بتاع سبايدر مان، فما كانش ينفع مثلا الاسبوع ده بينزل كتاب هزلي واحد، حلو، كتاب هزلي ده بيقعد اسبوع وبعد كده لازم يتشال من كل الاسواق وينزل الاصدار اللي بعده، النسخه اللي بعدها. ما ينفعش تنزل نسخه قديمه، ليه؟ عشان يخلقوا حس عند الناس ان احنا لازم نلحق نشتري في الاسبوع ده عشان نلحق نقراها. فهي كانت لما بيجي الموزع كان بيجي يديها النسخ الجديده وبياخد الغلافات بتاعت النسخه القديمه، هي بتمسك الغلاف كده وبتقطعه بحيث ان هو ايه، خلاص انت كده مفيش حد هيشتري حاجه بغلاف مقطوع، فده كان بيمنع عمليه البيع مره ثانيه، وقانونيا ممنوع تتباع اصلا. فروبرت العبقري جات له فكره. طبعا احنا عارفين ان شغل دماغه من الاخر يعني، واحنا عارفين بقى الامريكانز لما يشغلوا دماغهم ربنا ما يوريك المصريين بقى. الناس كلها كانت شايفه ان ده صندوق كوميكس قديمه مقطوعه، لكن روبرت ما شافش ده. مشكله في الغلاف، ما الغلاف طز مش مهم. راح الولد واتفق مع الموزع ان هم هياخدوا الكتب القديمه زي ما هي مقطوع الغلاف بتاعها، وبشرط ان هم مش هيبيعوها. تمام، الموزع قال لهم ما دام مش هتتباع ما فيش اي مخالفه قانونيه. المهم بقى فعملوا ايه، راحوا عنده بدروم مايك كان عنده بدروم، راحوا عنده وعملوا مكتبه، الاطفال بيخشوا يدفعوا 10 سنت يقعدوا يقرأوا لمدة ساعتين ويمشوا. بيع كوميك بوكس؟ ما بيبيعوش كوميكس، هم باعوا حق استخدام الكتب، ما باعوش الكتب، في فرق. وبعديها بشوية وظفوا أخت مايك الصغيرة إن هي اللي تدير المكان، لأن هم عندهم مدرسة وعندهم ليلة، ففي أطفال ما يبقاش عندهم مدرسة، يبقى عندهمش حاجات، بيروحوا محتاجين حد يبقى هناك، فوظفوا أختهم الصغيرة، وكده بقوا بيدخلوا دخل من غير ما يبقوا موجودين في المكان. يعني باختصار الفلوس بتشتغل لهم يا تيح. نظام صغير بسيط فكرته
فكرته سيمبل، فيها تلبيه رغبه، دخل بيدخل من غير ما يبيعه مقابل ساعتين. صحيح المشروع ما كملش مده طويله، انتهى حرفيا بعديها بكام شهر بسبب ان كان في مشاكل ما بين الاطفال وبعضهم جوه المكتبه وحاجات زي كده، بس ما علينا يعني من الموضوع. في النهايه الاب الغني كان سعيد جدا، كان سعيد جدا باللي حصل. اللي حصل ده كان جامد لان هم فهموا الدرس اللي بيقول لك ان انت لما توقف عن ان انت تجري ورا الراتب هناك هتبدا تشوف الفرص. لا مؤاخذه دي بقى، ده تصوير يوم تاني فحسيت ان في حاجات مختلفه، استحمل عادي، ما تافورش في الموضوع. في ايه؟ كاتب بيقول لك ليه لازم نتعلم الثقافه الماليه. بص يا تيحه، انا فاهم ان انت مش عارف يعني ايه ثقافه ماليه اصلا، عشان كده ركز في الجزئيه اللي جايه دي عشان فيها رعب. روبرت حبيبنا قال ان مايك كبر وتولى امبراطوريه ابوه، خلاص بقى هو الملك بتاعها. انما روبرت نفسه حبيبنا مع ان ابوه ما كانش غني او تفكيره غني، تقاعد اللي هو طلع على المعاش، ولكن في سن صغير جدا. وده عامه يا تيحه مش معناه ان هو قاعد على الكنبه، لا، لكن بقت اصوله بتسدد فواتيره. يعني الراجل طلع على المعاش، تقاعد وهو براحته، عايز ينزل يشتغل كان بها، مش عايز ينزل يشتغل هو قاعد في البيت. الفلوس اللي بتخش له من بره وهو قاعد في البيت مكفيه، لكن لو هو حب يشتغل زياده الخير خيرين، ما حد يخسر حاجه. وده يا تيحه اللي الكاتب بيقول لك عليه اسمه الحريه. حريه انك مالك كده اختيارك، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تشتغل براحتك، مش عايز تشتغل عادي، انت لاقي اكلك شربك خروجك فسحتك كل حاجه في الدنيا. ففكره انك تكون دايما عندك الحريه انك في اي وقت كده انا مش عايز اكمل الشغل، انا مش عايز اكمل الوظيفه اللي انا فيها دي، انا عايز ابطل. طب تمام ماشي بطل، بس هل انت عندك حاجه تدخلك فلوس قادر انت تعيش بيها باقي عمرك؟ بعد كده بيقوم مديك مثال يفهمك فيه هو قصده ايه. بيقول لك كام مره سمعنا عن رجال اعمال كبار جدا افلسوا، ومش افلسوا فلاس عادي، لا يا تيحه، ده نزلوا على الحديده، يعني ممكن يكون مستواهم اقل منك دلوقتي. او مثلا هات لعيب كوره، كام مره سمعنا عن لعيب كوره بقت حالته حرفيا تحت الحديده. فممكن الشخص يكون بيكسب ملايين، ولكن at some point هو ما عادش قادر ياكل لقمه حاف. ليه؟ لان يا تيحه باختصار الكاتب بيقول لك المشكله ليست في كسب المال، المشكله في الاحتفاظ به وحمايته، وفوق كل ده تشغيله. يعني لو عايز تبقى غني لازم تتعلم الفلوس. زي ما البيت محتاج اساس قوي، الثروه الكبيره محتاجه اساس مالي قوي. ما انت برضو يا تيحه ما ينفعش تبني برج على اساس بيت صغير. يعني باختصار ما ينفعش تكون بتدخل ملايين الملايين وانت جيمك مخروم يا تيحه، هيخرج كل الفلوس دي. 1923 رجال اعمال او اثرياء في امريكا، ناس كانت في قمه المال والنفوذ، يعني فلوس ووسط، رؤساء شركات ضخمه، مضاربين كبار، مضاربين تريدرز، او خلينا نقول اللي هم عارف انت بتوع الاسهم دول متداولين متضاربين، يعني هي حاجه شبه التداول، هي التضارب. المهم فكره المضاربه انت تشتري اسهم وتبيعها بسرعه، دي المضاربه. وكان في برضه مصرفيين، رجال اعمال من اعلى درجات النجاح، A+ في النجاح. لو كنت شفتهم وقتها كنت هتقول دول خلاص وصلوا، دول محصنين، دول ما ينفعش يقعوا يا احمد. لكن يا تيحه كما تجري العاده، انت بتلت وانا بقول لك اسكت خليني اكمل. بعد سنين مصير كتير منهم كان مأساوي يا تيحه، مأساوي لدرجه يا تيحه ان انت نفسك مش هتبقى عايز الفلوس اللي جات لهم في حياتك. طبعا انت فاكر نفسك ذكي وهتعرف تشغل الفلوس، لكن انت حمار يا تيحه، ما كنتش زمانك بتتفرج عليا. في منهم اللي مات مفلس، في منهم اللي دخل السجن، وفي منهم اللي انهار، في منهم اللي والكتاب هنا مش بيقول القصة عشان يخوفك من الفلوس ولا عشان يقول لك ان الغنى وحش يا تيحة، هو بيقول لك زي ما قال من شوية الفلوس من غير ذكاء هتختفي. وده منطق بيتطبق كتير على ناس حوالين، لاعيبة كورة بيدخلوا ملايين لكن بعد الاعتزال يلاقوا معهمش حاجة. والله بيفكروني برونالدينيو احيانا، لو عمل ثورة كبيرة جدا بس في الاخر انا مش شايف حاجة، فاهمين؟ على عكس مثلا R9 ولا على عكس مارادونا ولا الناس التقيلة دي اللي هي لا يا بعد الاعتزال لسه معاهم فلوس. انما رونالدينيو اين مالك؟ يعني ايه في شوك بباسبور مزور في المطار؟ يعني ايه؟ فيا الفلوس مش هتحل المشكله لو العقل نفسه اللي ماسك الفلوس مش شغال. لان يا تيحه انت دلوقتي معاك فلوس ومش قادر تعيش بيها، وانت قد تكون معتقد ان لو دخلك اكتر انت كنت هتبقى عايش حياه احلى. طب انا سؤالي ليك، لو الدخل ده اختفى حياتك هتروح فين؟ يعني هتبقى عامل ايه؟ هتعرف تعيش؟ طب اساسا معلومه مني ليك كده، خدتها من كتاب اثار عقل المليونير، بيقول لك ان لو فلوس العالم دي، شايف العالم دي اتوزعت على الناس كلها بالتساوي يعني مثلا عندك ايلون ماسك كده مثلا يا تيحه، عندك ايلون ماسك ده بيدخلوا مليون شخص تاني. انا بقول لك هنوزع ثروه ايلون ماسك وكل الاغنياء اللي حوالين العالم بالتساوي على البشر، فكل الناس هيبقى معاهم نفس الفلوس. 80% من الاغنياء هيرجعوا اغنياء، واللي ما كانش معاهم فلوس بنسبه 90% هيرجعوا فقراء تاني. طب ليه؟ مع ان الفلوس كلها تساوي. لان يا تيحه الفكره مش في الفلوس، الفكره في العقليه. عشان كده يا تيحه ابن الغني بيطلع غني لان ابوه رباه على الفلوس الصح، على الطريقه في التفكير في الفلوس الصح. انما انت يا تيحه ما تربيتش اصلا، ما بالك التربيه على
فلوس. فيا تيحة قبل ما تبدا تفكر ان انا معايا فلوس، انت لازم تفكر هل انت اللي بتتصرف فيه في الفلوس اللي معاك حاليا ده، هل ده التفكير الصح للفلوس؟ اتكلمنا في الحلقه دي كتير قوي يا تيحة، وبجد كانت مليانه قوي، كانت اوفر، وحاسس انها طولت اساسا. يعني انا تصويري كله حوالي، انا بقول لك التصوير عشان انت بس بتشوف مده الفيديو النهائيه، انا تصويري فوق الساعتين و40 دقيقه، يعني ممكن داخلين في 3 ساعات تصوير فقط الحلقه دي، عشان تعرف قد ايه انا بتعب عشانك. احنا في الفيديو ده خلصنا 3 فصول. الفيديو ده لو كان طويل جدا هيتقسم جزئين عادي جدا، هينزل جزء اولاني وجزء تاني عادي. هنا خلصت الجزئيه دي يا تيحة. فانت يا تيحة لازم تسال نفسك سؤال، السؤال الاسكى مش ازاي اقبض اكتر، بل لو قبضت اكتر هل هكبر اصولي ولا هزود التزاماتي؟ لان لو زودت دخلك بنفس العقليه اللي انت بتفكر فيها دلوقتي، فهتنتقل من فقير شكله وحش لفقير شكله شيك، لا اكتر ولا اقل، فاهم؟ بدل 128 تركيبه هتبقى راكب BMW بس لسه انت فقير، فاهم؟ انما لو بدات تفهم فلوس هتبدا تسال اسئله مختلفه شويه. ايه الحاجات اللي ممكن تبني دخل؟ ايه اللي في حياتي بيسحب فلوس وانا فاكره اصل بيجيب لي فلوس؟ ايه اللي بشتريه عشان الخوف والمخاطره؟ ازاي اخلي جزء من دخلي يشتغل ويجيب لي فلوس بدل ما يختفي؟ طبعا الكلام ده مش هيحصل في يوم وليله ابدا، الكلام ده بيقعد على الاقل 10 سنين. ما تفكرش في الحاجات دي قبل ال 30 سنه، يعني انت اصغر من 30 سنه انت العقليه دي لازم تكون موجوده عندك، لازم تبدا تحوش في فلوس، تحاول تستثمر، تحاول تعمل، تحاول تبني خبره، عشان بعد 30 دخلك بيبقى عالي، بتعرف تستثمر صح وقتها. وزي ما قلنا الاب الغني علم الكاتب بتاعنا روبرت حاجه مهمه جدا، افهم الفرق بين انك بتشتغل عشان الفلوس وان الفلوس بتشتغل عشانك. وانا يا تيحة اتمنى تكون انت اتبسطت في الجزئيه دي من الكتاب، واللي اهم من انت اتبسطت انت تكون فهمت حاجه. فلو فهمت حاجه اعمل لايك واشتراك وسنة الفيديو الجاي، ولو ما فهمتش اعمل لايك واشتراك وسنة الفيديوهات الجايه يمكن تفهم حاجه، مع ان على اعتقادي انت مش هتفهم اي حاجه. وكانت ختمه سريعه بس انا عايز اقول لك يا تيحة ان انا بحبك برضه، قلت اقولها في الاخر كده ايه عشان تمشي انت مبسوط يعني. ونختم بالجمله الاخيره اللي انا بحبها جدا وبس، ده اللي كان عندي النهارده.